خلينا نروح مع حضراتكم بسرعة للبريد وبريد 90 دقيقة محافظات. ورد لبريد 90 دقيقة محافظات مشكلة بمحافظة الفيوم، وإليكم التفاصيل. تلعب الطرق دورا أساسيا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فهي تربط المدن والقرى وتساهم في تسهيل حركة الأفراد والبضائع، مما يعزز من النمو الاقتصادي وأيضا من التطور العمراني. ومن هنا نتناول بعض آراء سكان مركز ومدينة طامية بمحافظة الفيوم عن مشاكل الطرق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حسين محمد حسين مصطفى، موجه أول دراسات اجتماعية. بنعاني من سوء حالة الطرق بمركز طامية. منشأة الجمال اسمه طريق السرب، وهذا الطريق برضو يحتاج إلى صيانة ويحتاج إلى توسعة، لأن الطريق بصراحة لا يصلح أبدا، وبتحدث عليه كتير جدا حوادث. بنسمع كل 20 يوم كل شهر عن حادثة بيتوفى فيها ناس على هذه الطرق، نظرا لعدم صلاحية هذه الطرق. الرحيم، دي قرية عزبة أبو زيد، ده الطريق الوحيد للعزبة. ده معظم الناس في العزبة هنا، أكتر من 80% من أهل العزبة شغالين في تجارة المواشي. فما فيش عندنا الا الطريق اللي هو ده الطريق الوحيد للعزبه. فاحنا ما بنكون الطريق ما يسعش اكتر من عربيه دبابه واحده. اما يكون عندنا اي مناسبه ولا اي حاجه محتاجين عربيه نص نقل، او عندي مواشي كتير رايح السوق، فبضطر ان انا اسحب البهايم واجيب العربيه تقف هنا على الطريق النص نقل، فبمشي مسافه كبيره. فاحنا هو ما فيش ده، احنا معظم تجارتنا في سيله، السوق في سيله، فانا بضطر عشان ما عندناش ده. فانا لو متوفر عندنا طريق من جنب الشرق هيكون الموضوع سهل جدا. فما فيش الا هو الطريق ده هنا عندنا، فانا بضطر اعدي من هنا، اعدي من على الحطي، واعدي من على سلسله، واعدي من على المقاتله، واعدي على البياضه. يعني باخد وقت كبير جدا قبل ما بروح سيله، وهو الطريق ضيق جدا زي ما حضرتك شايف. احنا كان عندنا مشكله من فتره معينه كده، كان في حريقه كبيره عندنا، فاتصلنا بالمطافي. حضرتك المطافي جت لحد الطريق هنا وما عرفتش تدخل جوه العزبه بسبب ضيق الطريق هنا. عايزين نسافر الطريق ويبقى نظيف والتراب ومش عارفين نقعد. ايوه الطريق دي من زمان، بس يعني زي ما تقول كان فيها اسفلت والصرف الصحي بوظوه بس. عندنا الطريق بتاعنا بايظ من عند القاعه كده بتاع عربيات، كان شغال تمام، بس حد بوظه ومش راضي يتصلح خالص. وأيضا من المشكلات المنتشرة في مركز طامية هي عدم توفير الإضاءة الكافية لإنارة الطرق. تلعب الطرق دورا حيويا في حياة المجتمعات، لذا فإن تطويرها وصيانتها يعكس تقدم الدول واهتمامها برفاهية المواطن، وذلك من خلال التخطيط الجيد والاستثمار في البنية التحتية. كنت معكم إيناس عبد العزيز، مراسل 90 دقيقة محافظات من محافظة الفيوم. أحييكم.